من اكتر الاسئله اللي جات لي: انت ايه اللي خلاكي تسافري دوله تانية علشان تعملي حاجه زي كده؟ انا النهارده هقول لكم على كل حاجه، وكمان هجاوب على اكتر اسئله جات لي، وهو ازاي سعر الخروف هناك عامل 2000 جنيه، وازاي الماعز عامل 1700 جنيه، وازاي سعر البقره هناك 11000، رغم ان هي عندنا هنا معديه مبالغ مهوله، وانتوا عارفين الكلام ده كويس قوي. والمفاجاه ان الاسعار اللي سمعتوها دي اسعار كمان الاطعام، يعني السعر ده بتدفعوه بالاضافه كمان، يعني شامل الاطعام. طبعا الاسعار دي حلت مشكله ناس كتير جدا كان نفسهم يعملوا عقائق لاولادهم، وللاسف كان صعب نظرا لارتفاع الاسعار. طبعا انا كان لازم اروح اشوف الكلام ده بنفسي، وكان لازم اوثق لكم ايه اللي بيحصل واكون عينيكم علشان تبقوا مطمئنين، وخصوصا ان في ناس كتير بتقدم الخدمه دي، لكن للاسف مش كلهم ثقه، وفي للاسف يعني تجارب ناس كتير جدا عانت منها. علشان كده انا كان لازم اروح لمكان ثقه عشان انتوا كمان تبقوا مطمئنين له. هنا بوثق لكم لحظات من الرحله اللي انا مريت بيها، علشان كانت بصراحه كنت مستمتعه جدا. وغير كمان الاجواء هناك يا جماعه، الطبيعه في البلد دي رهيبه. انا كنت فين يا جماعه؟ انا كنت في دوله تنزانيا، وتحديدا مدينه اسمها سنجيدا، مدينه بينها وبين العاصمه دار السلام اكتر من 13 او 14 ساعه بالاتوبيس. وعلى قد ما كانت الرحله شاقه جدا، الا انها كانت ممتعه جدا جدا. المناظر الطبيعيه هناك يا جماعه سبحان الله، البلد دي ربنا حبيها بنعمه، يمكن هي السبب الرئيسي في انخفاض اسعار اللحوم الرهيب اللي احنا شايفينه واللي بنسمع عنه دايما. اول ما وصلت القريه اللي فيها الاطعام، طبعا لقيت خليه نحل وكميه بشر يا جماعه، كل شويه في تزايد ما شاء الله، سواء سيدات او رجال او اطفال، كل واحد ليه دور في اليوم ده. طبعا الاطفال دورهم ان هم ينتظروا الاكل ان هو يجهز، اما السيدات بقى كان دورهم ان هم يجهزوا الاطعام، اما الرجاله بقى كان دورها ان هم يذبحوا ويشفوا الذبايح بتاعه اليوم ده علشان الاطعام. وطبعا كان مرافقني في الرحله باشمهندس سيد نافع. وهنا بقى دي لحظه توثيق احد الذبائح بفيديو بيتصور ويتبعت لصاحب الذبيحه، وده المتبع دايما، اي حد بيبقى ذابح معاهم بيصوروا له فيديو موثق علشان هو يبقى مطمن، وكمان تبقى ذكرى حلوه ليه ولابنه لما يكبر ان شاء الله. طبعا الموضوع مش مقتصر يا جماعه على العقائق وبس، لا ده كمان تقدري تعملي اطعام عن والدك او والدتك. انا عن نفسي انا واخواتي عملنا كده لوالدي ووالدتي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب، يجعلهم من اهل الجنه. تعالوا بقى اجاوبكم على اهم سؤال، وهو ليه الاسعار هناك رخيصه قوي كده؟ وايه السر ده يا جماعه؟ السر في اللي انتوا هتشوفوه كده، ركزوا معايا. انا رحت يا جماعه بنفسي مزرعه من مزارع الريان المنتشره موجوده هناك. انا كنت طبعا في ضيافه مؤسسه الريان، ودي احدى مزارعهم الموجوده في دوله تنزانيا، في مدن تانية كتير، دي مزرعه منهم. وعايزه اقول لكم السبب في انخفاض اسعار اللحوم هناك هو يا جماعه ان كل حاجه هناك المرعى فيها طبيعي زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي تدخل بشري في الموضوع، مفيش بقى ولا اعلاف ولا خلطات اعلاف ولا ارتفاع اسعار اعلاف، كلهم زي ما انتم شايفين كده اكلهم من المراعي الطبيعيه اللي موجوده هناك. حتى الميه اللي بيشربوها مياه ابار، يعني تقدروا تقولوا كده الموضوع اورجانيك 100%. علشان كده الاسعار هناك فرقها رهيب ما بينها وما بين هنا، وده بدوره يصل لناس كتير جدا ان هم يعملوا عقائق لابنائهم ما كانوش عارفين يعملوها في هنا. فالفكره بقت الحمد لله يسيره جدا. هقول لكم تاني الاسعار: سعر الماعز 1700 بالاطعام، والخروف 2000 بالاطعام، اما البقره ب 11000 والعجل ب 11500، وكل ده بالاطعام يا جماعه. وبيصوروا لكم فيديو موثق بلحظه الذبح علشان خاطر تبقى عندكم ذكرى حلوه، وكمان لضمان حقوقكم هحط لكم ان شاء الله كل تفاصيل التواصل مع مزرعه الريان، وكمان كل ارقام التليفونات. اما بقى لو عجبكم الفيديو فيا ريت تعملوا له لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.